السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور في قلبي. السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام وليلة من الليالي العظيمة جدا بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنا جيت في ليلة القدر وعرفت ليلة القدر أو صادفت ليلة القدر أقول إيه يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تخير من الأدعية دعاء جميل جدا، قال لها: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا هنقف نقول ليه يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، ما قالش مثلا اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي مثلا. وكان سيدنا لقمان يقول لابنه: يا بني إن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فعود لسانك اللهم اعف عني، اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني. إذا احنا محتاجين لسه يا جماعة نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، نقف مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نقف مع الآيات العظيمة في كتاب الله اللي بتتحدث دائما عن العفو، نقف عن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الأذى من قومه ما بلغ في حق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو بيفتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. محتاجين يا جماعة نقف شوية مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. السيرة منهج حياة، محتاجين اللي احنا نقتدي بالنبي، نهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا، انتظرونا بمشيئة الله بعد الفاصل. ومنك الجود إلهي، منك إسعادي وخيري، ومنك الجود والفرج القريب. أهلا وسهلا بكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف قال دعاء جميل جدا، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعوة على فكرة خلينا نقول مسبوكة الصياغة، دعوة مهمة جدا، دعوة نبوية ربانية. النبي عليه الصلاة والسلام لها في الدعاء ده له أبعاد مهمة جدا. النبي يقول اللهم اغفر، فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يسامحهم صلى الله عليه وسلم ويعفو عنهم. وبعدين النبي يتلطف بالناس اللي أذوا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لقومي. وبعدين النبي يعتذر صلى الله عليه وسلم عنهم، مش بيعتذر هو شخصيا النبي يعتذر لنفسه، لا ده يعتذر لهم صلى الله عليه وسلم فيقول فإنهم لا يعلمون. النبي بيعلمنا قاعدة مهمة جدا: الإنسان اللي يحسن إليك أحسن أنت إليه أكثر مما أحسن. طب لو الإنسان أساء إليه فقابل هذه الإساءة بالإحسان. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. 3 قواعد جدا في التعامل مع الله ومع النفس ومع البشرية.
النهارده مشرفني ومنورني الدكتوره فاطمه عنتر، الباحثه بالازهر واستشاري العلاقات. هنتكلم النهارده في موضوع الاحسان ده وموضوع التسامح، ونبدا نقول للناس ازاي نكون على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا برحب بيك اولا في أهلاً بيك. في البرنامج، وحقيقه انا دائما اسعد بوجود حضرتك معايا. ربنا يعني يكرمك، اهلا بيك يا ربنا دكتور. يبارك فيك، شكرا ربنا ليك. يجعله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا لحضرتك، الشرف ليا. الله يبارك فيك يا رب. سايب المجال مع حضرتك. هو مبدئيا كده اسمح لنفسك تسامح. اسمح ادي لنفسك السماحيه اه انك تسامح. صعب قوي يا دكتور، يعني معلش شوف، كلنا بشر برضه، يعني احنا صعب بني ادمين قوي. وكل حاجه، لكن احنا متفقين ان التسامح والعفو منزله. ممكن ما تسامحش براحتك ولك الحق في ذلك، ولكن ان اردت العلا فاسعى له. يعني لو انت عايز المنزله الكبيره ابذل واجتهد. تعرفني سيدنا عمر بن الخطاب، انا اتذكر سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه اخ وكان بيحبه جدا، سيدنا زيد بن الخطاب. وجه احد اللي قتل سيدنا زيد، فكان سيدنا عمر لما يشوفه كده يعني الشيطان يلعب بقى في دماغه، يقول له يعني انا مش قادر اشوف قاتل زيد يمشي في المدينه، هو اسلم بعد ذلك يعني، فيقول مش قادر. فبيقول له بقول لك ايه يا امير المؤمنين، هو انت ما بتحبنيش؟ قال له ما بحبكش، يعني مش بايدي يا اخي ان انا احبك يعني. فقال له بس ده يمنعني حقي، يعني انا لو طالع عندي حق او ليا حق ما اعرفش اخده يعني، ولا تمنعني الحق؟ قال له لا يمنعك حق. قال خلاص يا امير المؤمنين، يعني انما يبكي على الحب النساء، يا تحبني ولا ما تحبنيش، انما يبكي على الحب الايه، على الحب النساء. فهو ده المساله اللي هو يعني فعلا هو مش فرض، مش الزامي، بس اياك ان تظلم. واحنا عارفين ان الامر صعب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا ايه، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. عزم الامور على فكره، نحط تحتها مليون خط. عزم الامور، يعني اللي بيصبر ويغفر ده مش بالسهل، ده امر يحتاج للعزم ويحتاج صحيح. للاجتهاد. فلو انت عايز ده، احنا بنقول لك الوسائل وبنقول لك هتستفيد ايه في الاخر. فبالتالي لك مطلق الحريه. تسامح اللي انت قلتيها دي. اسمح لنفسك. أيوة. انك تسامح، لان ايه، مش قادر انسى، مش قادره. ما هو مش قادره دي، انا مش قادره اسمح لنفسي اصلا اني افكر في العفو. تعرفي احد الصالحين لما كان يقرا عن السيده قول النبي عليه الصلاه والسلام لامنا عائشه، لما تقول له اعمل ايه في ليله القدر، فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فبقول فاذا اردت ان يغفر الله لك فاغفر انت. طب اغفر لمين؟ اغفر للناس يا اخي. صحيح. واذا اردت ان يعفو الله عنك فاعف انت عن عباده. صحيح. ما هو احنا لو اتطبق علينا مبدأ عدم التسامح دوت مع الله سبحانه وتعالى، احنا الله سبحانه وتعالى بيعطينا النعم ونعصيه بها. يعني بيدينا الحاجة الحلوة ونعصيه بنفس ذات الحاجة الحلوة اللي سبحانه وتعالى ربنا اداها لنا. فاحنا لو اتطبق علينا مبدأ عدم العفو ده، احنا هنتعب جدا، وبالذات مع القرايب، لان احنا للاسف احنا العلاقات الاجتماعيه دلوقتي بقت للاسف مهلهله. مش عاوز اقول مهلهله، ده احنا مهدده على فكره بالضياع، خاصه في البيت الواحد، في الاسره الواحده تلاقي الاخ مخاصم اخوه، وممكن على فكره بيبقى بشيء تافه يعني للاسف الشديد. وبنشوف بعض المشاكل او مشاكل كتيره جدا نقعد نبحث وراها، نقول يا جماعه دي مش مستاهل ان انتوا تعملوا المشاكل دي كلها. يعني ليه على ايه؟ محدش بيتنازل من جهته خالص، كل نهائي. واحد بينظر للامر من منظوره، وازاي اطلع كسبان باكبر قدر ممكن من حتى ولو على حساب التاني، حتى لو كان على حساب التاني، بس انا اكسب، انا انتصر لنفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينتصر لنفسه قط، يعني ما كانش بينتقم لنفسه ابدا. انتصر عليه الصلاه والسلام لنفسه قط. فيعني ايه، كان الا ان تنتهك حرمه بقى من حرمات الله. فلا احنا دلوقتي انا ازاي هو يغلبني؟ ازاي ده في ناس بقى، تخيل حضرتك تيجي لي مثلا في الاستشاره تقول لي انا متضايقه ان انا ما قدرتش ارد عليها وقت ما عملت كده. انا نار بتاكلني، ونفسي الموقف يتعاد تاني علشان اعمل ده، عشان اقوم اضربها. وايه، وعن شرط بقى نبدا بقى هنا. بص حضرتك، هي حاسه انها ايه، ان وصل لها ايذاء ما عرفتش ترد عليه، فتبدا زي عارفين اللي بنقول عليه ايه، مش عارفه بيسموها ايه، بس يجي بقى في موقف صغير جدا جدا ويقوم عامل مشكله كبيره جدا. وايه، والطرف الاخر يترصد له، والطرف الاخر ربما ما يبقاش واخد باله اصلا هو يعني دي حاجه صغيره ازاي. ده دي بتحصل كتير بين الازواج. يقول له هذه بتلك، فاكر؟ يعني دي بتحصل كتير جدا بين الازواج. ليه؟ لانها يعني حتى هي عفت وما ردتش، وكمان ما بقاش لوجه الله، لا
هي متضايقه لانها ما انتصرتش لنفسها. والله الراجل غلبان. اه مش قوي يعني. فبتبقى حاسه ان ايه، ان انا طب انا بقى كلنا هتلكك، رجاله قوي تبدا يعني في الموضوع. تتلكك تبدا تتلكك، او العكس على فكره. صحيح. يبقى الزوج عنده تراكمات من اشياء اخرى، نعم. لا منه عفى عنها ولا منه اخد الكلام فيها الفصل. فيجي في موقف صغير جدا وتيجي الزوجه تقول لي والله ما عملت له حاجه، والامر يبقى بالتراكم، لانه ولا عفى بقلبه ولا عدى الموقف. يعني انت خلاص ما ردتش، انت خلاص بقى يعني ايه، حول النيه. وهنا يجي مبدأ خطير، ان لما اتعرض لموقف وما ردش عليه، طيب انا خلاص اهو هبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وهكظم الغيظ. فيجي الشيطان ما قدرش عليك في الامر ده، الشيطان ما قدرش يخليك ترد ويزود الحكايه، فيبدا يعمل ايه؟ يلعب في نيتك، يغير النيه ويحولها لامر تاني. انت خد بالك، ده هو دي كده هتسوق فيها، دي المره الجايه هتقول لك اسوأ من اللي حصل، ده المره الجايه هيعمل فيكي اكتر من اللي انت ما ردتيش، ما هو هيستضعفك. يبدا الشيطان يلعب جوانا فيحول النيه، بعد ما انت كنتي قاصده وجه الله سبحانه وتعالى في انك ما ترديش وتكظمي الغيظ، حول نيتك لامر تاني وبرضه انتصر عليكي، وزود الحزن في قلبك، وزود طاقه الغضب اللي جواكي اللي هتنفجر في اقل موقف جاي. فنفرغ الغضب، نفرغ الغضب باشياء اخرى. طيب انا يعني خلينا كده واحنا بنتكلم في علاقات اجتماعيه واحنا مع التسامح والتغافر. يعني انا افتكر كان حد كده من السلف، واحد اتخانقوا مع بعض، الناس الصالحين دول، فقال له بقول لك ايه، ما تيجي بقى عشان نصفي. قال له يلا نصفي كويس. قال له تعالى بقى نتعاتب. قال له على طول كده نتعاتب يعني؟ قال له نتعاتب عشان نصفي يعني. وده على فكره بيحصل في الواقع بتاعنا، اللي احنا نبقى عاملين مشكله كده ويجي يقول لي ايه يا جماعه، ما تيجي ننسى اللي فات. على فكره احنا ليه لسه نفتح والصفحات القديمه جدا نبدا نفتحها، ونبدا يقول لا انا ما كانش قصدي، لا قصدي، والشيطان يبدا يولع الدنيا بقى. فقال له ما تيجي نتعاتب. قال لا، اليوم لن نتعاتب. قال له امال هنعمل ايه؟ قال نتغافر. نغفر بقى وننتهي ونسيب بقى من اللي فات ده. احنا بنفتح صفحه جديده، بنفتح صفحه، مش نفتح صفحه جديده الا انا افتح القديم. انا اردم على القديم وابدا افتح صفحه ايه، صفحه جديده. لكن بيجي لي بعض، انا حد بيتصل بيا مثلا، ومشاكل كتيره من النوع ده. بابا سابنا واحنا صغيرين، وماما هي اللي ربتنا، وبابا ما بيصرفش علينا، وانا مش قادر ادعي لبابا، مش قادر ابص في وشه، مش قادر اكلمه، مش قادر اسامحه، مش قادر احبه. وانت جاي تقول لي اعفو ازاي يعني؟ ما هو كان فين؟ واحيانا بيبقى ليهم يعني عندهم كده الكلام بيبقى فيه شويه كده يعني ايه، خلينا اللي احنا بنستشعر الاسى والحزن من كلامهم. يبقى اب يا جماعه، احنا للاسف بيجي نتجوز ونخلف، وبعدين الراجل ممكن يطلق مراته وبنجيب اولاد، وكثره الاولاد بقى يقول لك ما تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم، فهو فاهمها غلط. مكاثر بكم الامم ده هو النبي مش هيباهي كده باطفال الشوارع، مش هيباهي باطفال المفاتيح اللي احنا نرمي اولادنا في الشارع بالطريقه دي ابدا. لكن في النهايه الولد او البنت تبدا تكبر تكبر تكبر، وفي الاخر باباها يقول اصل هي ما بتسالش عليا. تقول هو كان فين 15 سنه ولا 20 سنه؟ ما بيسالش علينا، ما بينفقش علينا، حاولنا نطلب منه الحنان ما اديناش حنان. في اللحظه دي اقول لها ايه؟ اقول لها تعفو عنه ازاي؟ ما هو هنا حضرتك اثرت نقطتين. النقطه الاولانيه هي مفهوم الصفحه الجديده، اللي هي نقطه من اول السطر، او احنا هنفتح مع بعض صفحه جديده. النقطه دي بيدخل فيها مغالطات منطقيه رهيبه. ليه؟ نفتح صفحه جديده، حاجه من الاثنين، يا تمحو القديمه يا تصلحها، يا تقطعها يا تصلحها. ليه؟ لان انا دلوقتي لو فتحت صفحه جديده واللي جوه لسه ما اتقفلش، هيعمل لي تراكمات، والاسم احنا فتحنا صفحه جديده، لكن هي ما اتفتحتش صفحه جديده ولا حاجه، احنا بنضحك على نفسنا. فهنا اعمل حاجه من الاثنين، يا اقطع الصفحه اللي قبلها يا اصلحها واظبطها، وبالتالي ابدا صفحه جديده. طيب ممكن نعرف ازاي برضو نفتح صفحه جديده؟ بس نطلع فاصل. اتفضل. فاصل ونواصل ان شاء الله، فانتظرونا. عين الله شايفانا بترعانا، مفيش مخلوق في دنيانا يا مولا.
اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم مره تانية برنامج نور في قلبي. احنا محتاجين ان احنا نفتح صفحه جديده، بس ازاي بقى نفتح صفحه جديده؟ ازاي يا جماعه نعيد العلاقات مره تانية؟ العلاقات سواء العلاقات الاجتماعيه بين الانسان واخيه الانسان، بين الانسان في داخل الاسره الواحده، بين الابن مع ابوه مع امه، بين الانسان مع جاره مع اصدقائه. محتاجين ان احنا نفتح صفحه جديده. هنفتح صفحه جديده، دكتوره هتدينا روشته في المساله دي. بس وانا يعني بفضفض مع حضرتك كده، لما نزلت الايه بتاع خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، روي ان قال له ايه بقى؟ اعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك وصل من ايه؟ من قطعك. ممكن تكون روشته. طبعا احنا بنستقي الروشتات بتاعتنا سيدنا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، دي اهم حاجه. ولكن زي ما قلنا كده من شويه، مفهوم الصفحه الجديده، لو انا قررت اني هفتح صفحه جديده يبقى لازم تكون ليها اسس. ما ينفعش اني افتح صفحه جديده وبوهم نفسي انها صفحه جديده وهي واقعيا مش كده. طيب 1 2 3 نعمل ايه؟ اول حاجه بالنسبه لان انا عايزه افتح صفحه جديده، حضرتك قفلت اللي جواكي الاول ولا لا؟ اتصالح مع نفسي، انت قفلت اللي جواك ولا لا؟ قفلت اللي جواك تجاه الاخر ولا لا؟ هيجي يقول لك انا ماشي، انا هقفله، بس تعالى بقى نقعد بقى نتعاتب بقى. ما هي الفكره ان احنا بناخد العفو برضو بمغالطه. العفو مش شرط يكون معاه حب على فكره. يعني ايه؟ يعني انا مش هجبرك، مش هجبر مشاعرك ان انت تحب اللي عفوت عنه. العفو لا يساوي معاه حب، عشان احنا بنحط شرط الحب مع العفو، فبالتالي ما بنعفوش. اصل انا مش قادر على ايه؟ انا ما قلتلكش حبه، ما تحبوش زي ما انت براحتك. المفهوم القلبي ده براحتك. العفو عمل قلبي اخر غير مصاحب للحب. انت حاطط شرط الحب معاه، عشان كده مش عارف تعمله. ما انا مش قادر احبه، ما انا ما قلتلكش حبه. صحيح. العفو مختلف عن الحب، فخلينا نعرف او نسمي الاشياء باساميها. طب قبل ما بقى، حلو قوي المعنى ده. وهنا برضو يا جماعه شوفوا، احنا كل ده عمال يفتح لنا شويه حاجات حلوه. صحيح. سيدنا عمر، واحده رايحه، واحد بيروح يشتكي، يعني انا يا رسول الله يا امير المؤمنين هطلق مراتي. يا حبيبي هتطلقها ليه؟ انتوا ما عندكوش اولاد يعني؟ عندنا اولاد. طب هتطلقها ليه؟ اصل ما بحبهاش يا امير المؤمنين. طب والعشره؟ طب والاولاد؟ طب والزمن اللي ده هتوديه فين؟ فسيدنا عمر راح ضربه وقال له هل تبنى البيوت على الحب؟ يعني ايه تبنى البيوت؟ عشان بعض الناس يقول لك يعني على الكره، يعني لا مش على الكره. بس احيانا الراجل ممكن يتجوز واحده بيحبها، بعد 10 سنين 15 سنه ممكن يبقى خلاص مل منها بقى، مش طايقها بتاع، فيقول لك اطلقها. نقول له لا اهدى، طلقها ليه؟ طب والموده والرحمه نوديها فين؟ صحيح. طب والعشره دي الجميله دي نوديها فين؟ طب السنين الحلوه دي نوديها فين؟ طب الثمره الطيبه اولادكم دول نوديهم فين؟ يا اخي خلي الحب ركنه على جنب، بس ما تستخدم بقى الذوق اللي هو الذوق، الاشياء الاخرى اللي انت تقدر الحياه تستمر. بالظبط. فبالتالي العفو برضو، انا لما اجي اعفو عن الاخر انا ما قلتلكش حبه، يعني ما قلتلكش وانت بتعفو عنه بتشترط ان انت لازم يكون تجاهه مشاعر. لا خالص خالص. انت بتعفو يعني بتشتغل على نفسك انت. وهنا ده هياخدني لنقطه تانية، ان العفو بينفع صاحبه قبل ما ينفع الاخرين. بينفعني انا لما اجي اعفو عن احد، بينفعني في قلبي، في سلامه قلبي، الصفاء. ان انا شلت من على كتفي حمل الانتقام، شلت من على نفسي حمل الغضب. طول الوقت عمال افكر فيه وحاسبن عليه وادعي عليه واتكلم عنه وشاغل تفكيري لانه زعلني. تخيل طب بقى ما تشيل الحمل ده. هو شاغل حيز كبير جدا من التفكير. انت ممكن بقى ده تحول، بدل ما يشغل الحيز ده خلاص اعفو عنه وانتهي خلاص. والساعة ساعتين اللي انت بتفكر فيه ده انت ممكن تستخدمه في حاجة تانية. بالظبط. في قراءة، في تعمل عمل مفيد، تتعلم مهارة جديدة، بالزبط. تروح تلعب رياضة، تتفرج يا راجل على تلفزيون، اعمل اي حاجة. اعمل اي حاجة تنفعك انت. صح. فانت اولى بطاقة نفسك، اولى بوقت نفسك المهدر في ان انا عمال افكر فيه. فاذا العفو يا دكتور بيبقى امر يعني عايزين نخرجه بره النظريات والورق. عايزين نطبقه بشكل عملي، بشكل على ارض الواقع بين الناس في العلاقات، واعرف هو هيؤدي بيا لايه، هينفعني في ايه. طب انا لما اعرف هينفعني انا في ايه. صحيح. منازل الاخره ومنازل المحسنين، والامر ده يعني ما اسماه وما اعلاه. لكن انا عايز بقى حاجه احس بيها ملموسه. لا، ده الحاجه اللي هتحس بيها وعد ربنا في الايه، ان الله يدافع عن الذين امنوا، اللي احنا لسه قايلينه من شويه. ان الله يدافع عن الذين امنوا، هيدافع عنك باي طريقه.
يعني هيدافع عني ازاي يعني؟ هنا الامر عام، هيدافع، يبعث بقى من يدافع، يسخر قلوب الناس ليك، يسخر اي شيء من جنوده سبحانه وتعالى. طيب بس حد ممكن يجي يتكلم معايا يقول لي طيب خلي بالك ده هو ظلمني واذاني واخد حقي، خلاص انا هعفو عن الظلم ده والاذى لكن حقي بسيبه؟ لك مطلق الحريه في ذلك، ان تسعى انك تاخده، لكن هنا بقى هيبقى الامر انت كده. بس انا عاوز اخده. بس انا عايز اخده، خلاص حقك طيب براحتك. طيب ممكن نتوقف مع بعض كده في المثل اللي يعني سبحان الله الحديث العجيب الجميل قوي، ان الاعرابي راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. فيكلم النبي بعنف عليه الصلاه والسلام. وخلي بالك دي اذيه ولا مش اذيه للنبي؟ اذيه في مشاعر. هو اذى مشاعر النبي عليه الصلاه والسلام قدام الصحابه، وبيقول له اعطني من مال الله الذي عندك. اولا هو المال مال ربنا ولا مال النبي؟ مال الله. صحيح. فالاعرابي بيتكلم صح، اللي هو المال مال الله. شوفي هو بيطلب حقه. بيطلب الايه؟ الحق. الاعرابي بيطلب الحق، بس النبي عليه الصلاه والسلام ضحك وامر له بعطاء عليه الصلاه والسلام. بس سقط الاعرابي، يعني هو نجح في حته وسقط في حاجه ثانيه. سقط في ايه؟ سقط في ان هو بيستخدم الذوق السليم مع الناس، وخاصة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الوسيلة والطريقة. ومش بيقولوا كده عندنا احنا المصريين يقولوا كده اخذ الحق حرفة. انت بتطلب الحق الجميل، لابد ان يكون الاسلوب اللي انت بتطلب بيه الحق ده يكون جميل. صحيح. صح كده ولا ايه؟ صحيح. فانا بقول لك لا، ما تسيبش حقك خالص، ما حدش يسيب حقه خالص يا جماعة. خالص يعني، مش هو حقك اي نعم تسيب او ما تسيبش، بس انا بقول ما تسيبش. بس وانت بتطالب الحق اوياك اللي انت تسقط في طريقة في الفخاخ بقى اللي هتتحط. يعني ايه؟ طريقة الطلب اللي هو الاسلوب العملي الرصين اللي فيه الذوق السليم وانت بتطلب الحق. مفاهيم عايزين نصلحها. عشان كده النبي ما عنفوش، هو قال حقه يا جماعه ياخد المال، مال ربنا مش مالي على فكره. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام وامر له بعطاء، مع انه اذى النبي عليه الصلاه والسلام باللفظ. صحيح. وان كان الاذى حتى نفسي واخد بقى معنوي يعني مش حسي، ولكن سيء ادب طبعا. هو سقط الاعرابي. فاحنا يا جماعه لما نيجي نستخدم ونطلب الحق فنطلبه بالاسلوب الجميل، بالاسلوب المناسب، باللطف، باللين. صحيح. صح كده؟ صحيح. مش ربنا لما يجي يقول لنا حتى ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه ولا باللكمه؟ اديله بيقول له بص انت لازم تصلي، يروح ضربه. انت لازم تعفو. صحيح. هي كلمه جميله قوي اللي حضرتك لسه قايلها فعلا، ان اخذ الحق حرفه او صنعه زي ما بيقولوا. فهنا الناس بتعتقد ان القوه انا لازم اكون قوي. فمفهوم القوه ايه؟ ده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم معرفها لك. ليس القوي بالايه؟ بان اللي هو ليس الشديد بالسرعه وانما الايه؟ وانما الذي يملك. ده هنا ده اصلا نوع من القوه. ولازم الانسان يكون حكيم. طب هو بالزبط. الحكمه هي ايه؟ الحكمه هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الكلام ده هنفسره ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونواصل، فانتظرونا باذن الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم بعد الفصل. احنا كنا بنعرف الحكمه هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فلما اجي اطلب الحق بتاعي يكون بلطف، يكون بلين، يكون بذكاء، يكون بحكمه، بالطريقه المناسبه. وفي تختار الزمن الوقت المناسب وازاي تتحدث مع الانسان. قد يكون هو غضبان وتيجي تقول له اديني حقي، ممكن يقوم يضربك. والغضب امر معتبر يعني حتى طبعا. زي ما حضرتك اشرت في الشريعه الغضب امر معتبر في الطلاق، في امور كثيره. فما ينفعش اخد منه الحق وهو غضبان او اقول له انا هاخد حقي دلوقتي. يعني الاستعجال برضو بيأثر كتير. يعني ان احنا مستعجلين على اخذ الحق، مستعجلين على ثمره العفو، مستعجلين ان احنا ناخد يعني خلاص. لا، ما ينفعش. الامور بتحتاج لوقت، وكل حاجه في وقتها حلو، بس بالصبر. عشان كده بيقولوا مواجهه العدوان بمثله بتكون العاقبه وخيمه جدا. اوعى تواجه عدوان بسيئه، اوعى. ولذلك القران يقول ايه؟ شوفوا سبحان الله، برضو القران ده فيه ضرر، فيه حكم، يعني هو كله ضرر وحكم. طبعا. وجزاء سيئه مثلها. خلاص، مش ده العدل. سيئه قصادها سيئه. لكن ربنا بقى يقول ايه؟ فمن عفا واصلح
فاجره على الله. وبعدين يروح قايل الايه دي ثلاث، سبحان الله، يعني الاول حاجه اللي هو العدل، وبعدين يجي بقى في باب اللي هو الفضل، اللي هو ما تعفو احسن، فمن عفا واصلح. طب الثمره ايه يا رب؟ فاجره على الله. طب أيوة. قد ايه الجزاء ده؟ ما اعرفوش، ده الجزاء بقى ربنا هو اللي يعلمه. معناها ان انا مخير. يعني ده دلوقتي الناس اللي هتيجي تقول لي انا مش أنا عارفه عندي درجات ثلاثه اهو. درجات 3. اول حاجه وجزاء سيئه خلاص سيئه اعمل مثلها. خد تمام؟ حقك. طب الدرجه اللي اعلى اللي هو ايه؟ فمن عفا واصلح، عفا خلاص واصلح، ده اكبر فاجره ايه بقى؟ على الله. الاجر ده قد ايه؟ ما اعرفوش. غير مين اللي معلوم. يعرفه؟ الله، ماليش دعوه. يعني الامر كالماء هنا المنهمر، عامل زي الثواب ده، عامل زي الماء المنهمر. المنسوب الى الله سبحانه وتعالى بدون تقدير. بس خلي بالك، المرحله المرحله الثالثه اياك ان تظلم، اياك ان توقع انت الظلم والعدوان على الاخرين. وعشان كده ربنا قال في نهايه الايه ايه؟ انه لا يحب الظالمين. فاحنا محتاجين ان احنا نستخدم القواعد دي مع البشر، ان ننزلها على ارض الواقع. لازم. وعشان كده نطبقها. بقول الكلام النظري حلو، بس التطبيق العملي فين؟ التطبيق العملي ان انا ادرب نفسي على الامر. احنا بنبقى يعني ايه مخلوقين كده بيور، يعني صفحه بيضاء، احنا اللي بنحط لنفسنا السيستم اللي انا همشي بيه في حياتي. ان انا بعمل ايه؟ خلاص اصلي مش قادر دي لان انا ما حاولتش، او مش عايزه ابذل جهد، او مش عارف اعمل ايه. لا، اتعلم اعمل ايه وانتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. والامر بايدك زي ما لسه الله سبحانه وتعالى سائلين الايه وجزاء سيئه مثلها. خلاص براحتك، عايز تقابل السيئه بالسيئه وتبقى انت يعني زي ما بتقول كده انت في وجهه نظرك اخدت حقك، خلاص انت كده حر. ولكن المنزله الكبيره اللي انت عايز تسعى لها هي دي اللي محتاجه الاجتهاد اللي احنا بنتكلم فيه من بدري. ادرب نفسي عليها كويس، اتعلم السبل والوسائل، وانظر للثمره اللي منتظراني نتيجه هذا العفو ونتيجه هذا الامر. مش هعرف اتعلم اشوف ازاي هي الناس دي بتوصل لهذه المنازل ازاي. واقرا بقى اشوف النبي كان بيعمل ايه عليه الصلاه والسلام، والصالحين كان بيعملوا ايه. يعني احنا عارفين يوم الطائف، تخيلي يوم الطائف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يهان صلى الله عليه وسلم، يسلطوا عليه الصبيان والصغار والسفهاء والنساء والمجانين، ويحدفوا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره. والنبي صلى الله عليه وسلم الدم بينزل، يعني ينزف صلى الله عليه وسلم دما. وسيدنا زيد يقف كده، واللي هو كان اسمه في الوقت ده زيد بن محمد، سيدنا زيد بن حارثه، فيدافع عن النبي ويقول لهم اتقتلون رجلا يقول ربي الله، انتوا ليه تعملوا كده يعني؟ ويروح النبي يبعد بره الطائف كده حوالي 3 كيلو، ويقعد صلى الله عليه وسلم تحت شجره، فينزل ملك الجبال، ملك اطبق لك عليهم الجبلين ويخلص يعني ولا ايه؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يستشرف المستقبل صلى الله عليه وسلم. طب انا هستفيد ايه لما هم ينتهوا يعني؟ عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. سبحان الله، الطائف الآن يعني بلد عظيمة جدا يعني. وسبحان الله دي ببركة مين؟ ببركة إن النبي ده ما هي دي ثمرة من الثمرات برضه عليه الصلاة والسلام. دي ثمرة من الثمرات، إن أنا عدم النظر تحت الأقدام. أصبر، ربما يكون العلاقة دي لها بقية، فما يتقالش كلام وقت الزعل ووقت الغضب يفضل العمر كله. ودي بنشوفها كتير في المشاكل، انه اصلا انا زعلانه ما بقاله 20 سنه كان بيقول لي كذا، فهو من 20 سنه ولكن ايه كان حفرت جواها شيء، لما اتقالت اتحفر جواها شيء. فلا، نخلي دايما زي ما بنقول كده مساحه للصلح، مساحه ربما نرجع فما تتشالش كلمه كانت صعبه. عدم النظر تحت الاقدام ثمره من ثمرات العفو. من الثمرات او الثمار الجميله جدا اللي انا عاوز اختم بيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وهنلاقي أسلوب القصر هنا ده بيؤكد يا جماعة على إن الإنسان اللي بيعفو ده العز ثمرة محققة في دنيا الناس. ما زاد الله عبدا بعفو إلا إيه؟ عزة. إلا عزة. أنا في النهاية الكلام جميل والوقت ما شاء الله الوقت الحلو بيمر بسرعة، فأنا سعيد جدا والله بوجود حضرتك معانا وشرفتينا ونورتينا. دكتورة فاطمة عنتر الباحثة بالأزهر الشريف واستشاري العلاقات. أنا في النهاية محتاج اللي أنا أقول كما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، اللي هو قال للسيدة عائشة وقال للأمة كلها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإذا أردت أن يغفر الله لك فاغفر أنت عن الناس أو للناس، وإذا أردت أن يعفو الله عنك فاعف أنت عن خلق الله تبارك وتعالى. في الختام لكم مني أجمل التحايا، وفي النهاية أحبكم في الله.
برنامج نور في قلبي مستمر بإذن الله تبارك وتعالى حتى نصل بالمركب إلى شاطئ النور. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.